حاج عبد المغيث احلى معرض هنا عربيات ببلاش ببلاش، وبندي موتوسيكلات هديه كمان. عندنا موتوسيكلات جوه اهي. واجي على الموتوسيكلات دي ايه؟ العربيه فوق منها موتوسيكل. واقف على باب الاسم. على باب الاسم عشان العيال ذاك ما تهربش. والناس كلها راهنت ان مش هيبقى فيه صوت. بفضل الله كان فيه 4000 سياره موجودين في قلب السوق، والحاج عبد المغيث قدر. بفضل الله الحاج عبد المغيث وفر بروجيكتور عشان يعرض الماتشات في قلب المكان اللي احنا واقفين فيه دوت. لو غاوي لو هاوي يبقى معانا في المكان لحد اخر لحظه. بفضل الله يوم جديد ويوم سعيد ان شاء الله على الكل، ونبدا يومنا بالصلاه على النبي كده، ونشوف المهرجان بادئ من بدري، واحنا على قد ما نقدر هنخلي مزاجكم كويس، ونجيب لكم كل العربيات بكل الفئات بكل الالوان، بيع وشراء واستبدال لحسابنا ولحساب الغير. يلا بينا ندخل السوق يعني. حاج عبد المغيث بنفسه بيصور العربيه اما لقاها كويسه. حاج عبد المغيث عايز يوصل لك ان اي فرصه بتيجي في الارض هنا لازم، حتى لو انت مش معانا، لو انت مطنش ونسينا وقاعد تديها سحلب قدام التلفزيون، هنوصل لك ونمتعك ونخلي مزاجك دولسي. عربيه كورسه موديل 94، عربيه فتحه سقف، فرش جلد، 2 كهرباء، طقم جنط. العربيه الرخصه بس اللي وحشه، العربيه فيها رخصه شهرين وفيها البيع بعقد مسجل، والراجل بيتكلم لحد 140 وفي تفاوض عشان خاطر الحاج عبد. شكرا. عامل له قعده. عامل له قاعده يبقى يلموه.